أكتر 10 شخصيات كارهة ناقمة ساخطة مهاجمة مشككة في الأهلي ورموزه في بطولاته وعظمته وتاريخه رغم لعبهم للأهلي وإنهم كلهم حققوا نجاحات وشهرة بسبب فضل ارتباط اسمهم بالنادي الأهلي منذ نشأة الأهلي 1907 وحتى وقتنا هذا 2025. هنقولهم ورا بعض كده واحدة واحدة. أول واحد محمود الجوهري من 1955 ل 1961 رباط صليبي، وبعد كده درب النادي الأهلي، وبعد كده عمل زي مؤامرة أو تمرد ومرضيش يلعب كاس قبل يوم الكاس بيوم واحد. الأهلي انتصرت مبادئ وقدر إن هو يكسب الكاس بفريق التلامذة أمام الزمالك سنة 83 في مباراة ملحمية أسطورية كسبها الأهلي 3-2 أيام ما كان الزمالك بيمثلوا العتاولة بمعنى تحميله كلمة العتاولة. الأخ مصطفى يونس كان من ناشئي الأهلي، لعب من 73 ل 85. هو من أكثر الناس الساخطة الناقمة على مدار تاريخ الأهلي منذ أن ترك الأهلي، لأنه ليس له بصمة ولا كاركتر ولا شخصية ولا نجاحات، ولذلك كان دائما بيبص إن هو يتقلد مناصب في الأهلي، ولكن لم ينل هذا الشرف، ولذلك هو دائما ساخط ومشكك منذ حسن حمدي وحتى الكابتن محمود الخطيب. بتتكلم حوالي 20 سنة هجوم ضري من مصطفى يونس. جمال عبد الحميد لعب للأهلي من 77 ل 83 والأهلي استغنى عنه، ما استغناش عنه عشان الإصابة الشهيرة كانت في تدخل تحام مع إكرامي. استغنى عنه لأنه هو كان صاحب سيء السلوك وسيء السمعة في سهرات وحاجات زي كده، وكان متصور للأسف وقتها وقت ما كان شاب، فكان ما ينفعش إن هو يكمل مع الأهلي. مجدي عبد الغني بعد ما ساب الأهلي وسافر واحترف في البرتغال وكده كان بيحلم إن هو ينال منصب في الأهلي، إنما لم ينال منصب في الأهلي وبقى أكثر الناس عداوة وشراسة وتجاوز في حق الأهلي. رضا عبد العال الأهلي جابه من منفى، كان الزمالك استغنى عنه ورفض يديله أي فلوس، جابه في صفقة كبيرة جدا وخد 600,000 جنيه في رقم فلكي وقتها، ومع ذلك بقى أكبر كاري الأهلي والمهاجمين الأهلي. لعب الأهلي من 93 ل 99. حسام حسن وإبراهيم حسن كانوا من ناشئين الأهلي وخدوا حاجات كتير قوي، لولا وسوء تصرفهم وسوء سلوكهم خلى الاهلي يستغنى عنه. اخر ما زي منهم لعبوا من 94 ل 90 وبعد كده من 98 ل 99، وكان دي نهايتهم الطبيعيه للتطور وتجاوزهم الدائم والمستمر ومشاكلهم وخناقاتهم وقرفهم وبلاويهم. بعد كده محمد عمارة كان جاي من بلدية المحلة، لعيب ما حدش يعرف عنه حاجة، الأهلي لمعه وكبره وبقى نجم. لعب من 96 ل 98 وبعد كده من 2002 ل 2004 بعد ما رجع من هانز روستيك، وبعد كده لما سابوا الأهلي راح أندية تانية وانتهت القصة بتاعته، راح المصري وخلص الموضوع. عصام الحضري كان أكبر هارب وأكبر خاين للنادي الأهلي، لعب من 99 ل 2008 كانوا جايبينه من كفر البطيخ من دمياط خالص وعملوه بقى النجم وبقى اكبر احسن حارس في افريقيا. فجاه جات له فلوس في سويسرا، صحي الصبح لقوه ان هو هرب. بعد كده حاول يرجع وبس الايادي عشان يرجع، الاهلي رفض وتدخل شخصيات كبيره، ومع ذلك الاهلي اصر على قراره كالعاده وانتصرت مبادئ وما رجعش عصام الحضري ولا شاف النادي الاهلي تاني. اخر واحد الاخ محمد عبد الله كان جاي من الاسماعيلي في صفقه كبيره، الاهلي خد دفع فيها حوالي 1,000,000 جنيه وشاف احسن ايامه من 2005 ل 2007. مع ذلك من ساعة ما بطل كورة وهو من أكبر الكارهين والحاقدين والناقمين والمتجاوزين على الأهلي في الميديا وفي الإعلام وفي كل مكان. على العموم الأهلي سيظل كبير، وهذه الشخصيات لن يذكرها التاريخ أبدا إن هي مثلت الأهلي أو إن هي كان ليها دور في الأهلي. الأهلي عظيم بأبنائه والأهلي عظيم بأساطيره. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.